السلام عليكم ورحمة الله. في مقتطفات إخبارية. بعد الحكم على المتهمين بمقتل التهامي بناني بمحكمة ابتدائية الاستئناف ب20 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم لكل واحد منهما. واليوم الأم حياة مشات عند السيدة الشاهدة مولاة النعناع باش تشكرها، وغادي نسمعوا التصريحات ديالها والنهار اللي لقات فيه جثة التهامي بناني. يعني مشيت اسيدي لنقط عويدات باغا نفور البلبوله ونعمر لياتاي. لقيت جثه في الغابه. خرجت خليتها وخرجت. ملي خرجت لقيت هذاك العساس عيط لي، قلت لي عندك شي نمره ديال الجدرميه؟ قال لي لاش مهمتي؟ قلت لي واحد السيد راه قايسينو هنايا. صافي هو اللي عيط الجدرميه. لا ماشي تلهي ريح تعطات. وغادي نسمعوا هنايا السؤال اللي طرحته الام حياه على مولاة النعناع. حبيبه نسولك، فوقاش علمتي دارك الملكي؟ قلت لك 12 جمعت سيفوك ومشيت. مشيتي عندهم؟ لا العساس قلتها للعساس والعساس عيط ليهم. اذا مشيتي عند العساس مع 12. نعم. وداك الريحه اللي فيه مجهده لدرجه انه زعما ماشي داك النهار عاد تحط. لا ديم ياك ريحه مجهده لدرجه ان رجال الدرك انهم على ما حكاو تقياو حاشاكم بالريحه اللي كانت. دراري صغار جوج هادو. يعني السنان بقيتي عاقله عليهم واخا الملامح ديال الوجه ديالو تغيرت. لا الوجه تغير صافي. والجمجمه كي شفتيها بيضاء. شوف واش غنقول لك جدرميه ما عرفوش وقتاش تلاح، ما عرفوش. قال لي قديم بعدا. قالوا لي بحال ما قال لي قديمه مهمتي فيها كلشي بنادم يخاف. وسبحان الله بقيتي عاقله على هذيك الشوفه الاولى. بقيتي عاقله عليها. 66 عام ولا 60 عام انسان ماشي هرم. انا عندي 66 عام وباقي عندي بحالي يا اخي. علاش ما تعقلش؟ لا سيما كادافر، لا سيما موت، لا سيما شي واحد معطي ريحه ما تعقلش عليه. سا مارك سا سو غراف. وتحية لمولاة النعناع رغم الفقر المدقع، إلا أن هاد السيدة فضلات قول شهادة الحق، مع أنها كان ممكن تبيع ضميرها بحالها بحال العساس. ما تنسوش تخليو لينا لايك الفيديو ومتابعة القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.